اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول، وقبل ما أبدأ القصة عايزة أقول لكم إنها حقيقية، ويلا بينا نبدأ قصتنا. السلام عليكم، أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي سحر، عندي 28 سنة، عايشة في المنوفية. وفي يوم جوزي دخل عليا أوضة النوم وأنا عمالة أعيط. بالله عليك بالله عليك يا محسن ما تمدش إيدك عليا تاني، أنا خلاص تعبت من كتر الضرب. وطي صوتك، أمك على التليفون، لو مش عايزاني بعمل فيكي حاجة اوعي تخلي أمك تيجي هنا، أنت سامعة ولا لأ؟ وبعدها أخدت التليفون. إيه يا بنتي في إيه؟ عمالة أتصل بيكي، تليفونك مقفول على طول، ليه كده يا بنتي؟ ده أنا كنت خلاص بلبس وهجيب أبوكي وجاية. الحمد لله. معلش يا ماما، ما أنت عارفة بقى إني لما بذاكر للعيال بقفل التليفون يعني. طب إيه يا بنتي، مش ناوية تيجي بقى عشان خاطر نشوفك؟ إحنا بقالنا أسبوعين لا شفناكي ولا شفنا عيالك. لا يا ماما مش هقدر أجي، ما أنت عارفة إن الأولاد وراهم مذاكرة، معلش مش هينفع. خلاص يا حبيبتي، احنا لابسين وجايين انا وابوكي، خلينا بقى احنا نيجي نشوفك ونطمن عليكي. وفي الوقت ده محسن قرب مني. بقول لك ايه يا بنت انتي، امك لو جت هنا ما تعرفش انا هعمل فيكي ايه. قول لا احنا خارجين يلا. معلش يا ماما، الفتره دي مش هينفع لا انا اجي ولا انتوا تيجوا، عشان يعني خاطر العيال وراهم مذاكره كتير، وانت عارفه ان محسن عايزهم يجيبوا درجات نهائيه. ها يا حبيبتي وماله، ما فيش مشكله. وبعدها قفلت واخد التليفون مني. حرام عليك كفايه بقى ضرب، لا انا تعبت من كتر الضرب. انتوا كده صنف الحريم، لازم يسحب علقه وينام بعلقه، اخفي بقى. وبعدها خرج وبنتي سلمى دخلت. بقول لك يا ماما، انا بفكر اقول لشيخ الجامعه اللي بابا بيعمله معاكي وهو اللي يجي يخرجك. اوعي تعملي كده، انت عارفه بابا ممكن يعمل فيكي ايه لو عملتي كده. يعني عاجبك الضرب اللي هو بيعمله معاكي ده؟ وبعدها دخل ابني الكبير اللي عنده 10 سنين. بقول لك يا ماما، بابا دخل الاوضه بتاعته، تعالي انا هفتح لك باب الشقه وانزلي على طول على تحت. يا ولاد بطلوا كلامكم ده، انا خايفه عليكم منه، بس اسكتوا خالص. وبعدها دخل محسن. بقى انت يا واد عيل عامل لي فيها بقى راجل ومفكر نفسك هتقدر عليا؟ طب تعالى لي هنا بقى. بالله عليك ما تعمل حاجه في الواد ده، عيل صغير وما بيفهمش هو بيقول ايه، ارجوك اوعى تعمل فيه حاجه. خلاص خالص، ما هي تربيتك استهانم هي اللي خلت ابني يقف قدامي ويقول الكلام ده. وبعدها دخلوا الاوضه وربطوا بجنزير. حقك عليا يا بابا، والله العظيم مش هعمل كده تاني، انا بس كنت خايفه على ماما مش اكتر. انا بقى اوريك هعمل فيك ايه. وبعدها سابوا، وشويه نزلت سلمى وعمر وجدتهم. هو في ايه يا ولاد؟ اخوكم عمال يعيط كده ليه؟ هو عمل حاجه غلط ولا ايه؟ بالله عليك يا تيتا اطلعي، انت مش عارفه بابا بيعمل ايه في ماما وكمان اخويا، انا بجد خايفه عليهم قوي. هو برضو ما فيش فايده فيه، والله انا ما عارفه الراجل ده ماله، هيفضل كده لحد امتى؟ وبعدها طلعت. في يا محسن، ابنك عمال يصوت كده ليه؟ وفين مراتك؟ بقالي كام يوم ما شفتهاش، مرميه عندك في الاوضه جوه، بس لو فكرت تعملي حاجه ولا تخرجيها يا امي ما تعرفش انا هعمل ايه، هقتلها لك ودلوقتي. حرام عليك يا ولا اللي انت بتعمله ده، سحر مش ماجده، واكيد انت فاهمني طبعا. بطلي الكلام ده، وحرام عليا ايه ها؟ وبعدين هو انت كل ما تنزلي لازم تفكريني يعني ولا ايه؟ ارحميني بقى شويه. اعمل حسابك لو فضلت بقى تتعامل مع مراتك بالطريقه دي، والله العظيم انا اللي هروح وهقول لاهلها على كل حاجه. بقول لك ايه، كفايه ان انت خليتيني اتجوز اللي اسمها ماجده دي، وحصل فيها اللي حصل، واطلعي بره البيت بقى، مش عايزك في شقتي، بره. وبعدها خرجت وهو بدا يفتكر اللي حصل زمان، فلاش باك. محسن رايح الشغل. هو مش المفروض انك كنت هتسافر بكره؟ ايه اللي حصل عشان يخليك تمشي دلوقتي ها؟ معلش يا ماجده، ما انت شفتي زميلي طارق مش هينفع يسافر، ولازم واحد فينا يسافر. على العموم يا حبيبي خد بالك من نفسك، ولو عوزت اي حاجه كلمني. هتيجي يوم الخميس الجاي مش كده؟ بس ايه رايك تروحي عند مامتك النهارده، لان امي مش بايته في البيت. الوقت بقى متاخر يا محسن ومش هينفع اروح عند ماما، انا همشي بكره ان شاء الله. خلاص يا حبيبتي، قفلي على نفسك كويس قوي، يلا انا ماشي. وبعدها نزل وشويه والباب خبط وفتحت الباب وكان طارق. اول ما شفت جوزك بقى نزل طلعت على طول، ما تعرفش انت وحشاني ازاي. وحماتي مخفيه النهارده مش هنا، وانت كمان وحشني قوي، تعالى يلا ادخل. وبعدها دخل الاوضه وفي الشارع محسن وقف. يا نهار ابيض، ده انا نسيت خالص المحفظه في البيت، كويس ان انا افتكرت قبل ما اركب يعني العربيه. وبعدها رجع وفتح باب الشقه وسمع صوت ضحك. وبعدها دخل الاوضه ولقى ماجده وطارق. ايه ده، انت بتعمل ايه هنا؟ معقول بتخوني مع مراتي؟ انت ما تعرفش انا عامل فيك ايه؟ ايه ده بس، انا فاهمك على كل حاجه، انت فاهم الحوار غلط. وبعدها ضربته بالفاظه على دماغه ووقع، ولما فاق لقى امه جنبه. هو في ايه يا حبيبي؟ انا طلعت لقيت باب الشقه مفتوح وانت مرمي كده في الارض، هي مراتك فين؟ ده انا اوديها في 60 داهيه هي واهلها. وبعدها راح على بيتها. ازيك يا محسن عامل ايه؟ قال لها ماجده فين صحيح؟ عماله اكلمها ما بتردش عليا خالص. ده انا اوديكوا كلكم في 60 داهيه، انت وبنتك، بنتك طلعت بتخوني مع صاحبي. اخرس قطع لسانك، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل بنتي تعمل حاجه زي دي. هو ده اللي حصل، وانا بوديها في 60 داهيه. وبعدها راح وبلغ عنها في القسم، بس هي اختفت خالص. وبعد سنتين اتجوز سحر
بس ما قدرش ينسى اللي حصل. نرجع فلاش باك. في بيت امي بابا خرج من جوه. مالك واقفه كده ليه؟ يلا انا لبست عشان نروح نطمن على سحر، انا بقيت قلقان عليها قوي مش عارف ليه. بنتك كويسه يا اخويا، لسه مكلماني وبتقولي بلاش حد يجي، بس اقول لك ايه، طلعت قالت تزوق قوي زي جوزها. لا طبعا اكيد في حاجه غلط في الحوار ده، انا مش مرتاح. يلا بينا نروح على هناك ونفهم في ايه. طب استنى بس للصبح يا حاج وابقى ارن عليها تاني، ولو لقيتها مصممه ان احنا ما نروحش عندها نروح لها فجاه من غير ما تعرف. ماشي ربنا يستر، انا اصلا ما كنتش مرتاح خالص للي اسمه محسن ده من الاول، استرها من عندك يا رب. وفي بيت محسن قاعد على طرف السرير ماسك السيجاره ورابط مراته سحر وابنه احمد كان بيعذب فيهم. حرام عليك، احنا عملنا ايه بس؟ بالله عليك فك احمد، هو ما عملش حاجه، سيبه بالله عليك، الواد تعب من كتر الضرب فيه. وانا مش هفكه غير لما يتربى الاول ويحرم يعمل حاجه غلط تاني. مش مهم انا يا بابا، بس بالله عليك سيب ماما ما تضربهاش تاني. ولا انت تخلص خالص. ومحسن فك الجنزير وفضل يجرجر في احمد منه لحد ما خرج من الاوضه وربط الجنزير في رجل الكنبه. واحمد وهو زعلان شاف سلمى وعمر كانوا عمالين يعيطوا. ما تخافوش ان شاء الله ربنا معانا وهيحلها من عنده. بقول لك ايه يا واد، انت خد اخواتك وانزل على تحت يلا، انا مش عايز اشوف وشكم. يلا انا عايزه افضل هنا مع ماما، مش عايزه اسيبها لوحدها. وبعدها فضل يزعق فيها. وانا قلت كلمه، خدوا بعضكم وانزلوا على تحت يلا. وبعدها فعلا بينزلوا. وتاني يوم بيخرج محسن وسلمى بتكون واقفه على السلم وبتشوفه، وبعد كده بتخش. مالك يا حبيبتي واقفه كده ليه؟ هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ بابا قفل على ماما واحمد باب الشقه بالمفتاح ومشي ومش عارفين نفتح لهم، بالله عليكي يا تيتا اعملي اي حاجه. وفي الوقت ده هي عيطت. انا اسفه يا حبايبي، انا مش عارفه اعمل ايه، الله يسامحك يا محسن يا ابني، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. بقول لك ايه يا تيتا، انا هروح لجدو وتيتا واعرفهم اللي بيحصل لماما عشان يجوا يلحقوها او ياخدوها من هنا. يا بنتي بس انا خايفه من ابوكي لا يطين الدنيا اكتر، ده لو عارف مش هيسكت. انا هروح بسرعه بس واجي قبل ما يرجع. خلاص يا حبيبتي روحي، بس لو ابوكي شافك قول له ده انا رايحه اجيب حاجه لتيتا وهرجع على طول، سامعه ولا لا؟ وخدي الفلوس دي عشان تركبي توك توك وتيجي على طول. وسلمى فعلا بتاخد توك توك لان المسافه بعيده شويه، واول ما بتوصل بتلاقي جدها وجدتها كانوا اصلا نازلين من بيت. تيتا جدو استنوا، وهما بيستغربوا جدا ان هي جايه لوحدها. انت جيتي ازاي يا سلمى؟ انت صغيره يا بنتي انك تمشي كده في الشارع لوحدك. بالله عليكم تعالوا معايا بسرعه عند ماما، لان بابا قافل عليها هي واحمد وفضل يضرب فيهم من امبارح. مش قلت لك انا مش مرتاح؟ تعالي يا بنتي بسرعه. هو احنا لسه هنفضل نتكلم؟ يلا بينا نروح على هناك، ده انا هسود عشتك يا محسن. وفعلا بيوصلوا البيت وبيفضلوا يزعقوا. بالله عليكم وطوا صوتكم واوعوا تقولوا ان سلمى هي اللي جات لكم، لازم تقولوا انتوا اللي جايين لوحدكم. لا والله على اساس انك خايفه على بنتنا، امال ليه سايبه ابنك يعمل فيها كده؟ يا جدو بالله عليك تعالى بسرعه نحاول نطلعهم قبل ما يجي، عشان لو عارف ان انتوا هنا هيبهدل الدنيا. ويا عيني احمد فوق بيحاول يفك نفسه عشان يلحق يفك امه قبل ما ابوه يرجع، وما كانش قدامه حل غير ان هو يجر الكنبه واحده واحده لحد ما يوصل عند باب الاوضه. يا ماما انت كويسه؟ طمنيني عليكي، انا بحاول افك نفسي بس مش عارف يا ماما، ماما ردي عليا. يا ابني اهم حاجه انت كويس؟ ايوه انا كويس، انا هحاول اطلعك يا ماما ما تقلقيش. ابوك انا شفته الصبح بيحط مفتاح القفل بتاع الجنزير تحت الكومودينو هنا وبيفتح لها الباب، وبيكونوا في الوقت ده سلمى والجده والجد بيخبطوا على الباب وبينادوا على احمد. استنوا احاول اطلع ماما وافك نفسي وافتح لكم. يلا بسرعه يا احمد قبل ما ابوك يوصل. واحمد بيحاول يوصل للكومودينو اللي جنب باب الاوضه بالعافيه عشان يوصل للمفتاح، وفعلا بيوصل له وبيفك قفل الجنزير وبيقوم بسرعه يحاول يفك مامته وبيجيب مقص عشان يعرف يقطع الحبل. افتح الدولاب هتلاقيه فيه مفتاح باب الشقه، انا كنت مخبيه من ابوك، خده وافتح باب الشقه بسرعه. وبياخد احمد المفتاح وبيفتح باب الشقه ليهم، وام محسن بتكون طلعت فبتاخد احمد في حضنها، والام والاب بيجروا على بنتهم وبيحضنوها. والله لو اديكم في 60 داهيه بقى انتوا تعاملوا بنتي كده. فبياخد سحر وبتبقى عايزه تاخد العيال، سيبوهم لابوهم. وسحر بتفضل تعيط ومش قادره من تعب ان هي تتكلم، والعيال عماله تعيط على امهم فبتاخدهم جدتهم تحت. وفي المحكمه محسن بيكون مستني دوره لان ماجده كانت رافعه عليه قضيه خلع، والقاضي بيساله تفتكر لي مراتك رفعت عليك قضيه خلع؟ مش عارف، يمكن عشان اتجوزت عليها. ومحسن مش بيرضى يقول عن اللي هي عملته فيه زمان عشان كان في حاجه في دماغه بيخطط لها. وانت ليه اتجوزت عليها؟ كانت مقصره معاك في حاجه؟ لا ما كانتش مقصره، بس عشان كان عندها مشكله في الخلفه وانا كنت عايزه اجيب عيال. ومحسن بيخلص مع القاضي وبيخرج، وبعدها بيلمح طارق اللي كان واقف وبيستخبى عشان محسن ما يشوفوش، وكان بيتاكد ان محسن هيروح المحكمه ولا لا، ومحسن بيعمل نفسه مش شايفه، وبعدها بيروح وراه عند ماجده وطارق. هو انت متاكد ان هو ما شافكش؟ عيب عليكي، الحمد لله ان هو ما شافنيش. تفتكر محسن هيعمل حاجه ولا هيسكت على القضيه اللي احنا رفعناها دي؟ ولا يعرف يعمل اي حاجه،
يا رب نخلص بقى من اسم محسن ده عشان نتجوز بقى. ومحسن بيروح البيت وبيلاقي العيال كلهم قاعدين مع جدتهم. انت ازاي فكت نفسك وازاي نزلت؟ وبيطلع يجري على فوق وبيلاقي الشقه فاضيه وسحر مش موجوده، وبينزل يزعق زي المجنون. هي راحت فين دي؟ انا اللي خرجتها وخرجت احمد، قلت لها تروح لاهلها. محسن لسه يزعق لامه، بس هي بقى بتضربه بالقلم بقوه. اوعى تنسى ان انا امك. يا خساره تربيتي فيك، انت مش ابني ولا اعرفك، انت ليه بتعمل كده في نفسك ليه؟ ومحسن ما بيردش عليها وبيطلع الشقه وبيقفل على نفسه، وسوريا بتحضن احفادها وتطمنهم. ما تخافوش يا حبايبي، ما تخافوش، هتفضلوا معايا. وسحر وهي عند اهلها كانت عماله تعيط. انا خايفه يعمل حاجه في العيال، هاتولي ولادي، ده مجنون، انا قلت لكم بلاش اتجوزه وانتوا عمركم ما سمعتوا كلامي. ما تخافيش يا بنتي، احنا هنروح هنرفع عليه قضيه والحضانه هتكون ليكي، يعني عيالك هيكونوا معاكي. ما طالما كان بيعمل كده فيكي يبقى كده اتطلقي. وبعدين قولي لي هنا ليه ما بتقوليش لامك؟ دي كانت لسه رن عليك امبارح. والله بيرعبني وطول الوقت بيضربني وبدون سبب، ما اعرفش ليه، وبيفضل يهددني، وهو اللي ما كانش عايز ان انتوا تيجوا عندي، وكان قاعد جنبي لما امي كلمتني، كان نفسي اقول لها وما كنتش عارفه اتكلم. يعني عليكي يا بنتي وساكته كل ده يا ضنايا، ربنا ينتقم منك يا محسن الكلب. وتاني يوم بينزل محسن وبيروح لمكان طارق وماجده، وبيفضل واقف في الشارع ومتخفي عشان محدش يعرفه، ومستني يقرب فرصه ان طارق ينزل فيها. وجه على بالليل. بقولك ايه، انا هنزل عشان نجيب شويه تسالي ومشروبات على ما تظبطي الجو. حاضر من عيوني. وبينزل طارق وبينتهز محسن فرصه وبيطلع وبيخبط على الباب. شكله طارق نسي حاجه، وبعدها بتفتح الباب. ايه ده؟ انت رجعت تاني؟ انا ولسه هكمل الجمله لقيت اللي بيكتم نفسها وبيقفل الباب وراه وبيفضل يضرب فيها بالسكينه عده طعنات ورا بعض، وبيمسح اي اثر ليه، وبيكون مخبي وشه على قد ما يقدر عشان لو في كاميرات ما تعرفش تجيبه. وبينزل على طول. وطارق بيرجع البيت بعد شويه وبيفضل يخبط على الباب وبيفتح بالمفتاح اللي معاه لما ملقاش حد بيرد. ايه يا حبيبتي، نمتي ولا ايه ده؟ بيبص كده بيتصدم من اللي شافه وطلع يجري. سحر بقى وابوها راحوا عملوا محضر في محسن بالتعدي ورفعت قضيه عليه عشان تاخد عيالها. ومحسن بيرجع في نص الليل، سوريا بتقابله. كنت فين كل ده؟ مالكيش دعوه بيا، سيبيني في حالي ياما. مش انتي واقفه مع اللي اسمها سحر دي؟ عايزه مني ايه بقى؟ خليني بقى في حالي وانتي في حالك. طب خد، ده محضر مراتك عاملاه. بقى كده ماشي. عايزانا امتى بقى ان شاء الله؟ الجلسه بكره بعد العصر. وتاني يوم الصبح سوريا بتكون بتجهز عمر وسلمى واحمد كمان عشان كان عندهم مسابقه تحفيظ قران، وبيكونوا متحمسين جدا للمسابقه. اسمعوا يا عيال، تخلصوا وتيجوا على طول يا حبايبي عشان هتيجوا معانا مشوار، وخلي بالك من اخواتك يا احمد. حاضر يا تيتا حاضر. وبيروحوا المسابقه وبيكونوا راجعين مبسوطين لانهم سمعوا كويس جدا، بس لسه مستنيين يعرفوا النتيجه. وبينزل محسن من فوق. جهزتوا ولا لا؟ يلا عشان تشوفوا امكم. هي هنشوف ماما؟ اه طبعا هتشوفوها وهتعيشوا معاها كمان. مش هي عايزه كده؟ حاضر، هعمل لها كل اللي هي عايزاه. وسوريا في الوقت ده بيكون زعلان عليهم وبيروحوا المحكمه. سلمى بتسال جدتها هو احنا هنا ليه يا تيتا؟ ما تخافيش يا حبيبتي، ماما زمانها جايه وهتشوفوها وكمان هتاخدكم معاها. محسن لما بيسمع امه بتقول الكلام ده بينده لهم. لما نخلص الجلسه دي في واحد صاحبي وهي بتروسيكل، تطلعوا تركبوا فيه على طول، ولو ما سمعتوش الكلام اخلص عليكم، فاهمين؟ العيال بتشوف مامتهم داخله بيجروا عليها وبيحضنوا فيها وكمان بيقعدوا جنبها. وسلمى واحمد بيحكوا لمامتهم اللي ابوهم قاله لهم. ما تخافوش من حاجه، مش هيقدر يعمل لكم حاجه وهتيجوا معايا. وبعد ما الجلسه بتخلص بيكون محسن مستنيهم بره عشان يخرجوا ويعملوا زي ما قال لهم، ولكنهم فضلوا حاضنين امهم. وسوريا بتسلم عليهم قبل ما تمشي، وبيروحوا فعلا مع مامتهم. وبيروح محسن البيت وبيفضل يكسر في البيت، وسوريا بترتاح لان الولاد وسحر بقوا بعيد عن محسن. وتاني يوم في رقم بيرن عليا. الو، مين معايا؟ ازيك يا مدام سحر، عامله ايه؟ بكره في مسابقه كبيره جدا ولازم عيالك كلهم يكونوا موجودين. انا واثق متاكد قوي ان عيالك حافظين جزء من القران. حضرتك عارف المشاكل اللي احنا فيها وانا خايفه على عيالي. عيالك لازم يجوا مسابقه، هم على فكره هيكونوا فرحانين جدا، لو سمحتي حاولي تخليهم يجوا. حاضر خلاص ماشي، اللي تشوف حضرتك. وتاني يوم سحر بتجهز الاولاد. مبروك يا حبايبي، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك لي فيكم، بس احنا هنروح ناخد الشهاده ونيجي على طول ماشي؟ العيال بيوافقوا عشان يروحوا على المكان اللي هيستلموا منه شهاده. وهم مروحين، ايه رايك يا احمد نعدي على تيتا نفرحها ونقول لها ان احنا نجحنا؟ لا بلاش يا سلمى، عشان لو بابا هناك مش عارف ممكن يعمل فينا ايه، وكمان ماما هتزعل عشان مش هنكون سمعنا كلامها. وسلمى بقى بتفضل مصممه، بالله عليك تعالى نروح ونرجع بسرعه عشان تيتا وحشتني. وعمر بيتكلم،
وانا كمان نفسي اشوف تيتا. خلاص هنروح احنا التلاتة نوري لتيتا شهادة ونروح على طول. وبيفرحوا ان هما رايحين وبيروحوا عند جدتهم اللي اول ما بتشوفهم بتحضنهم جامد. وحشاني قوي يا حبايبي. غمضي عينك يا تيتا بس الاول، هو بابا موجود؟ لا يا حبيبي مشي من بدري. قولوا لي بقى مخبيين عليا ايه؟ وبيفاجئوا سرايا بشهادتهم وبتعيط من الفرحة. ربنا يحفظكم يا حبايبي واشوفكم دايما كده ناجحين، كله بفضل ربنا ثم امكم اللي ربكم احسن تربية. ومحسن بقى بيدخل فجأة وهما بيتخضوا. ايه ياما وانا مش بربيهم باحسن تربية ولا ايه؟ ايه الحلاوة دي يا عيال؟ انا كمان على فكرة مبسوط منكم قوي، ده انا اول واحد عارف من الشيخ ان انتوا كسبتوا في المسابقة لانه رن عليا الاول وعشان كده اعمل لكم مفاجأة. بجد يا بابا؟ يس. هي ايوه يا بابا، مفاجأة ايه دي؟ تعالوا معايا الشقة فوق، انا حطيتها لكم فوق عشان اوريها لكم. محسن ايه المفاجأة دي ها؟ ايه يا ماما جايب لهم هدايا كتير قوي بس ما رضيتش اوريها لك عشان ما تحرقيش بقى المفاجأة. تعالوا يلا ورايا. والعيال بيبصوا لجدتهم وهي بتشاور لهم ان هم يطلعوا معاه فوق بس ياخدوا بالهم من نفسهم، وفعلا بيطلعوا معاه. فين المفاجأة دي يا بابا؟ احنا متحمسين قوي. بس محسن بقى بيبص لهم بصة شر وبيزعق. بقى انتوا بقى مش عايزين تسمعوا كلامي ورحتوا مع امكم صح؟ انا بقى مش هخليها اتهنى بيكم. وبيفضل ينزل فيهم ضرب هما التلاتة وهما بيصوتوا على اخرهم. وعلى ما بتطلع سوريا عشان تشوف في ايه لانها ست كبيرة فمش بتقدر تتحرك كويس لوحدها. في الوقت ده بيكون دخل محسن مطبخ عشان يجيب الآلة الحادة، وبيكون عمر اللي بيعرف يهرب بيقابل جدته على السلم. ايه ده في ايه يا عمر؟ مالك يا ابني في ايه؟ بابا هيموتنا يا تيتا. وعمر بيطلع يجري وبيحاول يروح لمامته. وعلى ما سرايا بتكون طلعت بيكون محسن خلص عليهم، وسرايا بتشوف المنظر. ايه ده انت عملت ايه يخرب بيتك؟ وسرايا بتفضل تصوت. مش هم عايزين امهم؟ خلاص ماشي خليها بقى تيجي تاخدهم، بس تاخدهم مننا جثث. انت شكلك اتجننت، ايه اللي انت عملته ده يخرب بيتك؟ وبعدها ضرب امه كمان بالآلة الحادة. وفي العمارة اللي فيها ماجدة بيكونوا جيران شاكين بقالهم كام يوم كده ان في ريحة وحشة جاية من شقة ماجدة، وبيبلغوا البوليس عشان يشوفوا في ايه. وبعدها اتقبض على طارق. والله العظيم انا ما عملتش كده، انا واثق ومتأكد ان جوزها هو اللي عمل كده. ولما هي متجوزة حضرتك كنت بتعمل معايا في الشقة؟ الجيران قالوا ان انتوا كنتوا عايشين مع بعض. ايوه فعلا انا مش هنكر الموضوع ده، بس والله العظيم انا ما عملتش فيها اي حاجة. هي في مشاكل بينها وبين جوزها وهي عايزة تطلق منه. والظابط طلع ساعة، الساعة دي بتاعتك انت، احنا لقيناها جنبها. لا مش بتاعتي خالص، دي بتاعت محسن، انا شفتها في ايده كذا مرة، هقولك على عنوانه. وبعدها عمر راح لأمه. مالك يا عمر شكلك عامل كده ليه؟ في حاجة يا ابني حصلت ولا ايه؟ بابا يا ماما بابا خدنا في الشقة وخلص على اخواتي. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل. وبعدها جرينا على المستشفى ولقيت ابني وبنتي ماتوا. فضلت اصوت وهو اعترف على كل حاجة وفي بيت ابويا. معلش يا بنتي ربنا يجيب لك حقك منه وربنا يعوضك في عيالك. انتوا السبب يا بابا، انتوا اللي صممتوا ان انا اتجوزه. انا قلت لكم مش عايزه اتجوزه وقلت له هيبقى بني ادم ومحدش سمع كلامي. عندك حق يا بنتي، بس البلد كلها كانت بتتكلم على ادبه واخلاقه ومحدش كان بيشوف منه حاجه وحشه. وبعدها خرج ابنها. ماما انا سمعت ان تيتا في العنايه المركزه، انا عايزه اروح اطمن عليها. انا مش قادره اصدق ان حد ممكن يعمل كده في امه. بلاش يا ابني تروح هناك، خلاص بقى احنا خلصنا من العاده دي. تيتا كانت بتحبنا جدا واللي حصل لها دوت حصل عشان كانت طالعه تدافع عن اخواتي. حاضر يا احمد يا حبيبي، الست ملهاش دعوه وكانت بتخاف على عيالي، انا لا يمكن اسيبها في موقف زي ده. وبعدها فعلا كل يوم كنت بروح اطمن عليها وبدأ ربنا يشفيها ويرحم اولادي. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.